كريم بنزيما يعلن اعتزال اللعب مع منتخب بلاده. خيانة تعرض لها بنزيما من مدرب المنتخب الفرنسي وعدد من زملائه اللاعبين. رفض نجم ريال مدريد أيضا دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون. جاء إعلان كريم بنزيما اعتزال اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي صادما لجماهير الكرة خاصة، وأنه توج منذ أيام قليلة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ويعيش فترة ذهبية مع فريقه ريال مدريد الإسباني. وأرجعت مصادر إعلامية فرنسية قرار اعتزال بنزيما إلى حادث خيانة تعرض لها اللاعب من قبل مدرب المنتخب الفرنسي وعدد من زملائه اللاعبين. وتعود بداية الأزمة إلى الإصابة التي تعرض لها بنزيما قبل انطلاقة مباريات كأس العالم، حيث كان قرار مغادرته مقر إقامة المنتخب الفرنسي في الدوحة بطلب من المدرب ديشام وبالتنسيق مع الجهاز الطبي، رغم أن نجم ريال مدريد كان يريد البقاء مع البعثة، علما وأنه قد تعافى بعد 5 أيام فقط من إصابته، مما يعني أنه كان من الممكن أن يكون جاهزا لدعم صفوف منتخب فرنسا في أدوار خروج المغلوب أو ربما قبل ذلك بقليل. الخيانة تتمثل في التكتل الذي حصل بين اللاعبين القدامى في المنتخب بقيادة جيرو وغريزمان، حيث نجحوا في التأثير على بقية العناصر للضغط على المدرب وقطع الطريق أمام عودة بنزيما حتى بعد تعافيه من الإصابة. واعتبر أصحاب الخبرة في منتخب فرنسا أن النتائج التي حققوها وتقدم في الأدوار جاء بجهدهم، وبالتالي لا يوجد داعي لعودة بنزيما من جديد حتى لا يخطف الأضواء منهم ولا يلعب مكان جيرو في خط الهجوم. وعندما أحس بنزيما بذلك قطع اتصالاته بالمنتخب نهائيا، علما وأنه كان في البداية يوجه رسائل دعم ومساندة للاعبين قبل المباريات، لكن تغريداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحولت بعد ذلك إلى ألغاز، خاصة عندما قال: لا يهمني. ورفض بنزيما دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للسفر إلى الدوحة لحضور النهائي، عندما وجه الدعوة أيضا للاعبين المصابين والذين لم يشاركوا في كأس العالم وقدام اللاعبين المتوجين بالكأس لمرافقته في الطائرة الرئاسية بهدف تشجيع فرنسا في المباراة النهائية للمونديال. وأخيرا، ماذا تتوقع ما الذي سوف تكشفه الأيام المقبلة عن المزيد من الأسرار بخصوص قرار اعتزال بنزيما؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.